السلام عليكم غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا مزيانين، اموركم كامله مزيانه، وتكونوا كدوزوا النهار ديالكم على احسن ما يرام. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غبرت عليكم شويه هاد الايامات هاد يومين هادو ما لحت لكم فيديو البنات، غير اسمحوا لي وصافي، كنت شويه مريضه. ولكن اليوم ان شاء الله نسيت عاوتاني الكاميرا باش نصور فيديو. واليوم ان شاء الله البنات فيديو زوين، يعني غندير لكم غنشارك معكم بزاف ديال الحويجات. هذا النهار صراحه مشارجيه البنات، وهذا الشيء اللي كان الغزالات ديالي. كما العاده ما تنساوش تخليو ليا لايك للفيديو الى عجبكم. وصافي هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه لاول حاجه فطرنا، راه شاركت معكم الفطور يعني في الصباح. صورت لكم هكايا الفطور. من بعد ما فطرنا غسلت المواعن البنات وجيت هنايا باش نوجد الغداء. بالنسبه للغداء غنديرو هكايا لانشوبه البنات مقليه، وغنديرو شويه ديال السلاطه، وهادشي اللي كاين البنات. وصافي كما قلت لكم البنات، هاد اليومين هادو ما تحت لكم حتى شي فيديو حيت كنت شويه مريضه. داكشي علاش كان الفيديو البنات مصور ولكن ما مونطيتوش. هاد اليوم البنات درت المونتاج وغنلوحو لكم اليوم ان شاء الله بالليل. وهادشي اللي كان الغزالات ديالي. فقولوا لي كيفاش كدوزوا النهار ديالكم. كلشي مزيان يعني؟ قولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وهادشي اللي كاين البنات. هنايا غنقي هاد لانشوبه هادي، كنغسلها البنات مزيان وكنحيد ليها داك الراس وداكشي كما قلت لكم. كنحيد ليها داكشي ديال الداخل اولا المهم داكشي نتوما عارفين. وصافي عاده باش كنغسلها مزيان عاوتاني. كاين اللي كيبغيها كاين اللي كيبغي يقليها بحال هكاك. انا صراحه ما كنقليوهاش بحال هكاك، كنحيدوا لها داكشي عاده باش كنقليوها. وهادشي اللي كاين البنات. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي ولا تلهيك الصلاة. يا ليلى وصلت على نبي باش تحيي القلب الرشيد. يا ليلى وصلت على نبي
بالنسبه للبنات هكايا باش غنشرمل ديك لانشوبه انايا يعني الشرموله العاديه اللي موالفه ديما كنشاركها معكم. هكايا عندي شويه ديال القزبور ومعدنوس، وعندي العطريه كامله، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، الملحه حسب الذوق، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال الزعفران، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الكمون، وصافي البنات، وشويه ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي بغيتو، وصافي شويه ديال الماء طبعا باش غنجمعه، وهادشي اللي كاين البنات صافي. وهنايا البنات عندي واحد الاناء، درت فيه كيما شفتوا ديك لانشوبه من بعد ما غسلتها مزيان مزيان البنات، وصافي درت عليها كبيت عليها هذيك الشرموله اللي صوبتها معكم، وصافي يعني غنحاول ندخل ديك الشرموله في هذا السرديل هذا مزيان كيما شفتوا بهذه الطريقه هذه حتى تشرب ليا مزيان. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي صافي غنخليها، غندير ليها هكا غنخليها واحد شويه البنات، واحد 5 دقائق عاد غندوز باش غنقليها. بالنسبه للقليع البنات، انا هنايا استعملت الدقيق، يعني ما استعملتش الفينو، ممكن تستعملوا الفينو الا بغيتوه، انا ما استعملتوش، استعملت غير الدقيق الفورس. وصافي هادشي اللي كان البنات، حتى هو كتجي غزال البنات بزاف بزاف. وصافي البنات من بعد ما الحوت اولا السرديل عفوا كيتقلى، هنايا جيت باش غنقاد سلطه عاديه، شلاضه مغوكه، مطيشه والبصله والفلفله والخيار، يعني شلاضه عاديه كيف ما قلت لكم. وهادشي اللي كاين البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو.
وهنايا البنات من بعد ما قطعت شلاضه كيما شفتوا مع الطيشه والبصله والفلفله والخيار، هكايا شلاضه مغربيه راه معروفه. وصافي بالنسبه للحكايه التوابل كندير شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، غير شويه البنات، وشويه ديال زيت الزيتون. صراحه كتجدد واحد المذاق رائع بزاف. وصافي هذه هي الطريقه ديالها البنات في شلاضه، كتجي بنينه البنات، ما نعاودش لكم المذاق. الا بغيتو تزيدوا الخل حتى هو كيجي مزيان، ولكن انا ما كنزيدوش صراحه حيت ما كيعجبنيش بزاف البنات داك المذاق ديال الخل، كيجيني حامض بزاف. وصافي هادشي اللي كاين البنات. هنايا غتشوفوا شلاضه شي شويه قليله، ماشي قليله زعما قليله على الكميه اللي وريتكم قبيله، حيت حيدت فيها البنات يعني ديال بابا كلا هو قبل منا، الغدا قبل منا حيت غيخرج. وهادشي اللي كاين البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو، وهذا هو الغدا ديالنا ديال اليوم. هكايا السرديله البنات ديال هذا لانشوبه. صراحه البنات كتجي لذيذه، شحال هذه ما بقينا درناها، كنديرو غير داك السردين بالحوت ديما. هاد لانشوبه هذه صراحه شحال هذه ما درناها. وهادشي اللي كاين البنات. وهنايا البنات من بعد ما تغدينا جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشعر، كتجي خطيره البنات، فعلا خطيره. كترطب الشعر بزاف 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 لواحد الدرجه ما نعاودش لكم. يعني كتخلي الشعر البنات ترطب، والزغبه كتبقى طايحه، يعني ما كيتنتفش الشعر، خصوصا الناس اللي عندهم الشعر ديالهم جاف بزاف، والناس اللي شعرهم كيبقى يطلع الفوق مع البرد وداكشي، مع الجو ملي كيكون هكايا برد كيبقى يطلع لك شعرك، نتوما عارفين. هاد الوصفه البنات غادي تجي معكم فعلا فعلا رائعه بزاف. وكما قلت لكم كتخلي الشعر البنات رائع بزاف. اول حاجه البنات عندي هنايا اناء، خديت غندير فيه واحد الدانون مسوس اولا دانون طبيعي اولا ياغورت طبيعي، زبادي طبيعي، المهم كل بلاصه وشنو كيسميوه. بالنسبه للدانون مسوس راه المنافع ديالو راه معروفين بزاف 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 البنات، سواء على البشره سواء على الشعر، على بزاف ديال الحوايج البنات، على الوجه بزاف ديال الحوايج ديال المسوس. وغير هكاك تاخذوها البنات ديال المسوس ديروا على شعركم راه كيعطي نتيجه خياليه البنات، كيرطاب لكم البنات الشعر، فعلا النتائج ديالو رائعه بزاف. وهنايا دانون مسوس خديت واحد خماره حمراء. بالنسبه للناس اللي غيقولوا خماره حمراء يعني كضر اولا شي حاجه، لا البنات راه يعني ما كدير حتى شي حاجه، اصلا كديروها غير للشعر. خماره يعني ما غديروهاش للوجه، اما للشعر راه ماشي مشكل. النتائج البنات راه النتيجه هي المهمه، كتعطي نتيجه اللي خطيره بزاف. كما شفتوا هنايا ضروري البنات تخلطوا مزيان مزيان، حيتاش يعني الخميره كتفاعل مع هذا، الخميره كتفاعل مع دانون، داكشي علاش غيبان لكم البنات دانون بحال الا بدا كيخسر اولا شي المهم بحال هكاك. لا راه غير يعني راه غير هذا، راه غير الخميره كتفاعل وداكشي. كما شفت البنات خليتها واحد الدقيقه ورجعت ليها لقيتها يعني تضاعف الحجم ديالها مع الخميره كتعطي المفعول ديالها. وإلا بغيتو البنات بحال هاد النوع ديال الوصفات قولوها ليا في لي كومونتير باش نبقى نلوح لكم مره هكايا ديال الشعر ديال الوجه، يعني هكايا اللي طلبت فهميني نديرها لكم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين البنات. من بعد ما خلطت الدانون مسوس مع الخماره مزيان، ضروري مزيان مزيان البنات، غنزيد عليهم هنايا بيضه كامله. بالنسبه للناس اللي شعرهم ناشف بزاف فغيديروا غير الصفر ديال البيض، ما يديروش البيضه كامله. يعني الا شعركم ناشف بزاف ويعني متقصف كما كنقولوا فغديروا غير الصفر ديال البيض. الا كان شعركم عادي يعني ماشي عاوتاني مقاد يعني عادي، فغديروا البيضه كامله.
بالنسبه للبيض، من الاحسن البنات ديروا البيض البلدي، ولكن ما عنديش، عندي غير البيض العادي، داكشي علاش درت البيض العادي. فراه حتى العادي كيعطي نتيجه اللي هي مزيانه، ولكن طبعا داكشي طبيعي راه كيعطي نتائج احسن واحسن. وهادشي اللي كاين البنات. هاد المرحله هادي خديت فورشيط، من الاحسن باش تطرب لكم مزيان 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 البنات، ضروري تخلطوا المكونات مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا. السر ديال هاد الوصفه هادي، فتبعوا الطريقه البنات، راه غتخرج لكم نفس النتائج اللي غتخرج ليا ان شاء الله. غير تبعوا الطريقه يعني كامله. وهادشي اللي كاين البنات. من بعد ما خلطت مزيان كما شفتوا معايا، راه خلطت مزيان، غنزيد واحد 2 معالق حتى 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. كما شفتوا راه عمرتهم، يعني قولوا 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون وصافي. وهنايا البنات غنزيد البنات معلقه ديال زيت الكوكو اولا زيت جوز الهند. بالنسبه للزيوت هاد المرحله هادي ممكن ديروا اي زيت كان عندكم. بالنسبه لزيت الزيتون راه متوفر في اي دار، يعني غديروه. الا ما كانش عندكم زيت ديال الجوز الهند فغتستغناو عليها، ديروا اي زيوت. الا ما كانت عندكم حتى شي زيت خليو غير زيت الزيتون بوحدها، راه كتعطي مفعول اللي هو زوين. وكما شفتوا البنات هنايا ضفت معلقه غير البنات كما شفتوا، راه حيتاش كنت دايره في الثلاجه، داكشي علاش كتشوفوا فيه جامد بحال هكا. ممكن يعني هكا يديروا فوق البوطه شويه البنات حتى يذوب لكم الزيت. ما بغيتوش ديروا هاد الطريقه حتى انا اللي درت. وصافي البنات غنخلط المكونات مزيان مزيان. في هذه المرحله هذه ضروري البنات تحركوا مزيان، تخلطوا يعني كل شيء مزيان حتى ديك الزيت اولا ديك زيت الكوكو اللي درت تندمج مع المكونات كاملين. ويعني وهنايا البنات من بعد ما نسجموا المكونات كاملين كما شفتوا غنزيد اوراق السدر. بالنسبه ليا البنات اوراق السدر عندي في الدار يعني ما مطحونينش. من الاحسن البنات الا غتشريوهم شريوهم مطحونين، حيت انا ما عنديش مطحونين كما قلت لكم، طحنتهم في الدار وما مطحونينش مزيان، يعني ما مطحونينش مزيان. الا شريتوهم عند العشاب اولا داك اللي كيبيع بحال هادشي راه كتجيبوه مطحون اكثر، يعني ما كيجيش بحال هكايا. ولكن ماشي مشكل، هكايا حتى هو البنات كيعطي نتيجه اللي هي زوينه بزاف، حيت انا جربته شحال من مره، يعني عاد شاركت معكم الوصفه حتى هذه الطريقه هذه كيجي البنات كيعطي يعني نتيجه زوينه. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي.
وصافي البنات من بعد ما طبقت الوصفه على الشعر ديالي، على الشعر ديال اختي، هنايا جيت باش نوجد معكم الكوتي اللي غيكون جوج ديال الاختيارات ديال الكوتي. كما قلت لكم كاين الدراري الصغار ديال المدرسه، ومنين يجيو المدرسه كيبغيو يلقاو شي حاجه خفيفه ولا كتوجد الوقت في نفس الوقت. هادشي اللي كاين البنات ديما غنشارك معكم كما قلت لكم الشنيك البنات بالطريقه ديالي، يعني ساهل ماهل دغيا كيوجد البنات وما كيشدش الوقت. وغنشارك معكم كيكه، كيكه عاديه البنات، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا شنو درت، ويعني اللي درتها نتوما معايا. بالنسبه لاول حاجه البنات خديت اناء، درت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات ديروا الكميه اللي بغيتو، والكميه كتبقى على حساب افراد العائله. الا كنتو كتار او الا كنتو قلال، يعني يا غتزيدوا في الدقيق يا غتنقصوا. وصافي درت انا 3 ديال الكيسان. نتوما في الاخر غتشوفوا شحال خرج ليا، يعني كيخرج كميه اللي هي يعني مزيانه. وصافي البنات هنايا من بعد خديت واحد الاناء بحال هكا، درت فيها البنات معلقه ديال الخميره الفوريه ومعلقه ديال السكر سنيده، ودرت عليها البنات شويه ديال الحليب دافي، يعني الحليب دفيته فوق النار. وصافي غنديرو بابي سولوفان بحال هكا، نخليه واحد شويه بما صوبت المكونات كاملين، يعني بما الوقت اللي كندير فيه المكونات كاملين غنخليها هكاك تخمر ديك الخميره. وعاده باش غنزيدها على الخليط. وهادشي اللي كاين البنات كما شفتوا درت ليها بابي سولوفان، غنخليها على جنب. كما شفتوا غناخذ دابا هاد الاناء هذا اللي فيه دقيقه البنات. اول حاجه البنات غندير حيتاش هذا عندي 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده اللي غنحتاج فهاد الشنيك هذا. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسابكم نتوما، ممكن ديروا 3 ديال المعالق كما درت انا، كيجيو شي شويه حلوين. وممكن ديروا غير جوج ديال المعالق ونص، يعني الحلاوه كتبقى على حسابكم. وصافي البنات المعلقه الاولى راه درتها مع الخميره كما شفتوا، وجوج معالق الاخرين درتهم مع الدقيق. وغندير البنات 3 ديال المعلقه ديال زيت نباتيه كما شفتوا. غندير 3 ديال المعلقات ديال الزيت نباتيه، وغنخلط حكايه مزيان، يعني غنخلط غير بيدي. عفوا البنات نسيت، راه غنزيدو معلقه كبيره ديال الزبده كما شفتوا، عاده باش غنخلطوا المكونات كاملين. بالنسبه للزبده من الاحسن تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكونوا مخرجينها من الثلاجه باش دغيا هكايا تنسجم لكم. وإلا ما بغيتوش ديروها بحال هكايا ممكن تذوبوها، يعني تاخذوا معلقه كبيره ديال الزبده وتذوبوها عاد ديروها مع الخليط. وصافي هادشي اللي كاين البنات كما شفتوا. كنحاول نرمل الدقيق بحال هكا، يعني حتى ينسجموا ليا المكونات كاملين. عاده من بعد البنات هانتوما من بعد ما رملت الدقيق مزيان مع الزيت مع السنيده ومع الزبده، هنايا غنضيف بيضه واحده كامله تكون درجه حراره المطبخ. وصافي هادشي اللي كاين البنات. غنخلط المكونات عاوتاني كاملين، عاد غنزيد الخميره، يعني داك الخليط اللي درتو لكم ديال الخميره اللي درتو معكم قبيله هانتوما كما شفتوا تضاعف الحجم ديالو. وغنزيدو على حكايه من الاحسن ديروا بهذه الطريقه البنات دغيا كتخمر لكم العجينه، يعني ما كتاخذش معكم وقت اللي هو طويل. نتوما عارفين هاد الايامات هادي تحرك البرد، داكشي علاش راه كيشد الوقت ماشي بحال هكا الا كانت الحراره. وصافي غنضيفو كما شفتوا غنخلط وغنجمع كلشي البنات بالحليب دافي كما شفتوا.
هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه كما شفتوا هنايا، هانتوما كيفاش كتجي البنات العجينه كتجي رطبه بزاف بزاف. بالنسبه للكميه ديال الحليب اللي درت كما شفتوا داك الكاس كان عامر، نقصت فيها البنات تقريبا نقولوا نص ديال الكميه. وصافي البنات غنخليه هكايا، غنغطيه بالسلوفان وغنخليه يخمر مزيان ويرتاح. غنغطيه بالسلوفان وغنغطيه بشي حاجه اخرى البنات وغنخليه يرتاح مزيان مزيان. وصافي هادشي اللي كاين البنات. نسيت ما قلت لكمش البنات، نسيت راه زدت الفاني من بعد، لاني عفوا كنت نسيتو في الاول ولكن زدتو من بعد. فضيفوا نتوما من الاول، انا غير نسيتو ضفتو من بعد. وهادشي اللي كان الغزالات ديالي. صافي كيف ما قلت لكم غنخليه هكايا يخمر ويرتاح مزيان مزيان تقريبا واحد نصف ساعه. هانتوما الكميه ديال الحليب استعملت النص ديال الكميه. وصافي هادشي اللي كاين البنات. صافي من بعد غنخليه يخمر البنات. في الوقت اللي كيتخمر العجينه غندوز باش غنحضر معكم لا كريم باتيسير، باش غنعمر هاد الشنيك هذا عفوا. هاوي جات ليا الهضره. هاد الشنيك هذا كما قلت لكم غنعمرو انا بلا كريم باتيسير. بغيتو ديروها ما بغيتوش عمرو غير هكايا بالزبيب اولا بشوكولا اولا يعني بوالو خليوها غير هكاك، ماشي ضروري تعمروا بشي حاجه. انا كتعجبني صراحه بلا كريم باتيسير كتجي لذيذه. هنايا البنات كما شفتوا بالنسبه للمكونات غنحتاج، راه كلشي كيعرف لا كريم باتيسير، كاس ديال الحليب، وغنحتاج لا كريم باتيسير كما شفتوا هذه كنستعمل هذه ديال الايديال. وصافي البنات غناخذ منها معلقه اللي هي كبيره وجوج ديال الساشيات ديال الفاني. انا هنا استعملت وحده ونص ولكن نتوما استعملوا جوج حيتاش كانت عندي وحده محلوله، يعني كنت خديت منها واحد المعلقه صغيره. وصافي قلت ما نضيعهاش نستعملها هنايا نيت. وصافي هنايا داكشي اللي كاين البنات. بالنسبه لك كريم باتيسير ما درتش كميه اللي هي كثيره، درت كميه اللي غتقدني حيتاش ما كثرتش يعني، ومازال بقات ليا البنات شي شويه. هنايا كما قلت لكم بالنسبه لبنات لا كريم باتيسير ماشي ضروري عاوتاني تحضروا هذه اللي يعني لا كريم باتيسير هكايا اللي موجوده ممكن تستعملوا هذيك اللي فيها البيض وداكشي راه معروفه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش راه تلقاوها في اليوتيوب، الا تقلبوا غتلقاوها في اليوتيوب. الا ما كانتش عندكم لا كريم باتيسير انا عندي داكشي علاش فضلت هكايا ندير باش نقص عليا الخدمه دغيا هكايا كتوجد صراحه كتجي لذيذه. انا البنات راه كنحماق على جالس على كريم باتيسير، عزيز عليا نديرها بزاف البنات. كنستعملها في لي كيش، كنستعملها في بزاف ديال الحويجات وملفوي حتى هو فريمون كتجي لذيذه البنات، عزيزه عليا. وصافي كما شفتوا غنخلط المكونات هكايا في الحليب بارد عاده باش غنديرها فوق البوطه وغنخليها تتقال عاده باش غنرجع لكم. راه كلشي كيعرف البنات لا كريم باتيسير كيفاش يعني كيفاش كنطيبوها، كلشي معروفه. غنديرها فوق البوطه كيف ما قلت لكم، غنخليها تتقال مزيان عاد غنرجع لكم. هانتوما هنايا شوفوا كيفاش ولات البنات تقالت. راه هنايا مازال ما تقالتش مزيان ولكن الا خليتوها في الثلاجه راه غتقال لكم البنات. كما شفتوا دابا درتها في واحد الاناء هكايا، وغنغطيها البنات بالسلوفان. كما شفتوا غنغطيها بالسلوفان وغنحطها في الثلاجه حتى نكمل العجينه كامله عاد باش غناخذها هكايا البنات. ممكن تبداو بها في الاول وممكن ديروا الطريقه اللي درت منين عجنت العجينه عاد باش نقاد لا كريم باتيسير هكايا البنات كتبرد وفي نفس الوقت يعني كتقتصدوا في الوقت. وصافي هادشي اللي كان غزالات ديالي. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم.
فهانتوما البنات العجينه من بعد ما خمرات فتحت مزيان واحد نص ساعه كيف ما قلت لكم. شوفوا البنات كيفاش كتنفخ، كتجي غزاله البنات ورطبه، ما نعاودش لكم. وصافي البنات غنفرغها من داك الهواء اللي فيها. نتوما غنعاود ندلكها واحد شويه غير بهاد الطريقه هذه، وغنرجعها للاناء ديالها وغنخليها واحد 5 دقائق غير ترتاح ديك 5 دقائق باش تسهل علينا نخدموا بها البنات. هانتوما من بعد ما خليتها 5 ديال الدقائق كما قلت لكم البنات، انايا كنرش الدقيق باش غيساعدني انني نسرح العجينه ديالي. بالنسبه ما كنتوش باغيين ديروا الدقيق ديروا النشا بحال سواء الدقيق الابيض او لا دقيق النشا او لا مايزينا. وصافي هنايا البنات كنبقى نسرح العجينه، راه كتسرح بسهوله البنات لانه كتجي رطبه بزاف البنات، فعلا كتجي رطبه بزاف كما قلت لكم. وصافي كنبقى البنات نسرحها هكايا يعني عموديا وافقيا. كنبقى هكايا حتى نشكل فيها البنات عجينه اللي على شكل مربع. من الاحسن باش يجيكم شنيك مقاد، يعني ما تجيكمش جهه مقاده، جهه لا جهه كبيره كاكا البنات. وصافي البنات كنبقى نسرح مزيان حتى كيجيني الشكل اللي بغيتو. وهنايا البنات من بعد ما سرحتو مزيان عندي لا كريم باتيسير اللي خديتها من الثلاجه. كما شفتوا راه مازال ما عقادتش مزيان، ولكن المهم راه حتى هكا عقادت. المهم ماشي كما قلت لكم النتيجه اللي بغيتها 100%. وصافي هادشي اللي كاين البنات، من الاحسن ديروها في الاول عاد تعجنوا العجينه. وصافي كما شفتوا كنوزع لا كريم باتيسير على العجينه كامله البنات. وغتشوفوا الطريقه باش كنلوي هذا العجينه اللي غنشارك معكم الطريقه. غير تبعوا البنات الفيديو حتى الاخر يعني باش تعرفوا كيفاش درت ليها. هانتوما البنات الطريقه كنبقى نلوي شويه بشويه البنات باش ما نخسرش الشكل ديال العجينه هكايا. تبعوا البنات هانتوما شوفوا الطريقه، راه ما زربت لكم في الفيديو ما والو باش نخليكم تشوفوا الطريقه مزيان. وهانتوما البنات كيما شفتوا الطريقه باش كنلوي. وصافي هكايا كتبقاو هكايا حتى تكملوها. وهانتوما البنات من بعد ما لويتها كامله كنبقى نجبد داكشي اللي كيبقى البنات نتوما عارفين، كنبقى نزيروه كامل مع العجينه باش ما يتحلش. وصافي كنجيب عفوا البنات خيط. من الاحسن يكون خيط البنات احسن من الموس، لانه الموس كيبقى كيخسر لكم هكايا الشكل ديال العجينه. كما قلت لكم كيخسر لكم الشكل ديال العجينه. هانتوما البنات خديت هنايا خيط كما بغى يكون وغسلته مزيان. عاد جيت نخدم بها البنات. هانتوما الطريقه كنديرو من التحت وكنزير كتقطع ليا بكل سهوله. كيف ما قلت لكم هكايا احسن بكثير من الموس، من انكم تستعملوا الموس. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي
غزال البنات، يعني ما كيتخسر الشكل ديالها ما والو. صافي هادشي كان البنات الحكايات حتى كنكملوهم كاملين. هانتوما البنات كيفاش كيجي الشكل ديالهم بصراحه الغزال. كنحاولوا نفرقوهم شي شويه باش ما من بعد منين كيطيبوا البنات كيتنفخوا وكيبقاو يتزداو بحال هكاك. وهادشي اللي كاينه بنات. هنايا غندهنهم عندي البنات الصفر ديال البيض، وعندي شويه ديال الحليب تقريبا واحد المعلقه كبيره، والخل، المهم قطرات ديال الخل، وغندهن من الفوق البنات والجوانب باش ياخذ ليا داك اللون الاحمر. وصافي البنات هنايا غندخلهم للفران باش يعني يبردوا، عفوا يطيبوا، بغيت نقول يطيبوا. كتشعل عليهم البنات من التحت حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنشعل عليهم من الفوق. وهنايا البنات منين كيطيبوا غنجي نوجد الكيكه، واحد الكيكه دغيا دغيا البنات كتوجد في رمشة عين، يعني كتوجد غنحضرها عفوا. و هكايا شني كيطيب في الفران، وبما يطيب غتكون الكيكه وجدات، وغنديرها حتى هي في الفران كما قلت لكم هكاك دغيا دغيا كتخدمي. بالنسبه للبنات الكيكه عاديه غنحتاج 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، غنحتاج واحد ساشي ديال السكر المنسم بالفانيلا، وغنحتاج كاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات. وغنخلط البنات. بالنسبه لهاد الكيكه البنات غنستعمل غير الخلاط اليدوي، ما غنحتاج لا خلاط كهربائي لا والو. بغيتو استعملوا. انا كما قلت لكم بغيت نستعمل هاد المره غير هذا، نقدم غير بايديا بلا داك الخلاط الكهربائي، اولا بغيتو ديروا في مولينكس حتى هو. صافي غنخلط مزيان مزيان البنات بحال هكا. هانتوما من بعد ما خلطت ولا اللون ديالو ابيض البنات غنضيف واحد كاس قل ربع، يعني كاس قل ربع ديال الزيت النباتيه، وغنخلط مزيان عاوتاني مزيان حتى تنسجموا ليا المكونات، يعني حتى تنسجم ليا الزيت مع دوك المكونات الاخرين. كما شفتوا هنايا كنخلطو مزيان، يعني ماشي بحال الخلاط اليد الكهربائي دغيا دغيا.
وصافي من بعد ما خلطت البنات هنايا غنضيف كاس ديال الحليب، يعني يكون عادي ماشي ضروري يكون دافي كما شفتوا. وغنعاود نخلط المكونات كاملين. بالنسبه لي ما كانش عندكم الحليب البنات ديروا ياغورت، سواء يكون طبيعي او يكون ياغورت بشي نكهه. صراحه ديال الفاني البنات كيعطي واحد المذاق رائع بزاف بزاف بزاف، يعني كيخلي فيه مذاق زوين. وصافي هنا البنات من بعد ما بحال هكايا خلطت المكونات. دابا غنبدا نزيد الدقيق، يعني الدقيق كنبقى نزيدو انا كنخلط. وغنزيد خماره ديال الحلوه حمراء، جوج ديال الخمارات حمرين. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت على نبي، نرمد ونساه، يا ليلى وصلت على نبي، يا على ضرس يدي، يا ليلى وصلت على نبي، قالوا لي في الشوارع، يا ليلى وصلت على نبي، ومولاي علي بالرشاد، يا ليلى وصلت على نبي، يوم الحد خرج سرى نادي، يوم الحد خرج سرى نادي، واللي يلقاني يزاودني بالنية، واللي يلقاني يزاودني بالنية، علت عيني نسمة وشبت صافي صورني، علت عيني. ومن بعد البنات ما كنخلط كل شيء غنزيد البنات شويه ديال القطرات ديال الخل، واحد المعلقه كبيره. انا عندي الخل العادي، يعني الخل الاصفر اولا ما عرفتش الصراحه شنو كيسمى، المهم خل عادي ما عنديش داك الابيض. وصافي هانتوما البنات القوام ديالو كيفاش كيجي، يعني القوام ديال الكيك العادي. وهنايا عندي موله البنات اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غنستعمل هذا المول هذا اول مره غنطيب فيه شي كيكه، حيت شفتو غير داك النهار راه شاركتو معكم. صافي غندير فيها البنات الخليط وغنديرو في الفران، حيتاش دابا طابت ليا البنات، طاب ليا الشنيك. وغندير هكايا الكيكه حتى هي طيب. هانتوما البنات من بعد ما وجد كل شيء، هانتوما الكوتي ديالنا يعني ساهل مال وكتنوعي هكايا الطبيله. عندي ديك الكيكه البنات صراحه جات غزاله، ودهنتها من الفوق بدانيت شوكولا وشويه ديال شوكولا فيرميسيل وصافي. وداك الشنيك هانتوما دهنتو حتى هو بالمربى وشويه ديال الكوك وصافي. حطيت هكايا هنايا شويه ديال ليدام والفرomاج والشوكولات وصافي. وحطيت اتاي وهادشي اللي كاين البنات. هانتوما الكيكه كيفاش كتجي البنات مفشفشه. هانتوما شوفوا كتجي غزاله بزاف. وبالنسبه للبنات الشنيك هانتوما كيفاش كيجي غزال بزاف البنات. هانتوما البنات كيفاش كيجي رطاب بزاف مع ديك العجينه. راه السر البنات كتكون في العجينه، كيكون في العجينه البنات. هانتوما كيفاش كتجي
كتجي غزاله البنات، ما نعاودش لكم المذاق ديالها، خصوصا الكريم باتيسير باش معمرها راه كتجي لذيذه بزاف. وهنايا البنات شاركت معكم بعض المقاطع الحكايه عند عمتي البنات، حيت مشينا درنا واحد الدويره هكاك في الليل. المهم ماشي في الليل، في ديك العشيه البنات درت لينا الرفيسه، ما نعاودش لكم كيفاش جات، ما شاركتش معكم صراحه العجينه وداك الشيء. المهم حيت كما قلت لكم جبت غير بعض المقاطع. هنايا العجينه ديال المسمن العاديه راه ديجا شاركتها معكم شحال من مره. وهنايا البنات بالنسبه لهذا الحشوه عندي اللحم والعطريه كامله ديال الرفيسه راه معروفه. وبالنسبه للمسمن المسمن من بعد ما طاب البنات هانتوما قطعاتو عمتي بحال هكايا. وهانتوما البنات اللحم كيفاش كيجي راه ما كيبانش لكم صراحه حيت التليفون ما كانش فيها الفلاش اولا ما كانش فيها الضوء، ولكن ماشي مشكل. المهم هانتوما البنات هذا اللحم كتجي غزاله، جات البنات بنينه بزاف. هانتوما من بعد ما يعني صوباتها هكايا، هانتوما البنات كيفاش كتجي كتشهي والله العظيم كتجي غزاله. هنايا شاركتها معكم البنات عمتي كما قلت لكم كتجي شهوه منها ما نعاودش لكم. وهادشي اللي كاين البنات. صافي من بعد ما دخلنا ارتاحينا وكل شيء جيت نوجد العشاء غندير البنات كاين الكفته، طاجين ديال الكفته عندي البنات مطيشه، وعندي حبه ديال المطيشه، وعندي حبه ديال البصله، وعندي الفلفله وقزبره ومعدنوس. بالنسبه للمطيشه درت جوج ديال المطيشات. وصافي بالنسبه للعطريه اللي كندير انا البنات كنشارك معكم الطريقه ديالي اللي كندير فيها، يعني ماشي راه كلشي كيعرف الطاجين ديال الكفته راه معروف، ولكن انا كنشارك معكم الطريقه ديالي فيها. صافي كيف ما قلت لكم عندي مطيشه والبصله والفلفله وقزبره ومعدنوس. وبالنسبه للعطريه كندير البنات معلقه صغيره ديال الملحه. الملحه كتبقى حسب الذوق، يعني تزيدوا ولا تنقصوا على حساب نتوما الكميه. راه الملحه كنعرفوا حنايا غير من يعني ما كنعبرش، كنعرف غير هكايا يعني ميزان كما كنقولوا. وغندير معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الزعفران، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الابزار، الكمون تا هو معلقه صغيره، المهم كلشي معلقه صغيره. وغندير زيت الزيتون، وغندير شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده. وصافي غنديرو فوق البوطه وغنشحرو مزيان البنات، غنخليه طيب مزيان. المهم راه تبعوا معايا المراحل. هانتوما درتو فوق البوطه، غنخلط كلشي مزيان البنات حتى تشحر ليا هكايا. وتبعوا معايا المراحل كيفاش غنوجدها، راه كتجي البنات هو منها لذيذه بزاف. وهانتوما البنات من بعد ما طابت مطيشه والبصله والفلفله يعني داكشي كامل من بعد ما طاب غنزيد الكفته البنات. عندي هنايا واحد 300 غرام ديال الكفته. صافي غنديرها هكايا كواري صغار كما شفتوا، وغنديرها في الطاجين. وهادشي اللي كاين البنات.
وصافي البنات، من بعد ما قربت طيب الكفته غنضيف عليها البنات 3 ديال البيضات كما شفتوا. بالنسبه للبيض كيبقى حسب الكميه، يعني عدد افراد الاسره. انا ضفت 3 ديال البيضات يعني قدوني، وهادشي اللي كاين البنات. هانتوما البنات الطواجن ديالنا من بعد ما وجد صراحه كيجي غزال البنات ورائع بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، خليتكم في امان الله، بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.